مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم. وفاة شخص إثر دخوله في غيبوبة بعدما وضعته الدائرة الأمنية الرابعة بطنجة رهن الحراسة النظرية. إليكم التفاصيل. توفي شخص يبلغ من العمر 42 سنة بعدما دخل في غيبوبة خلال تواجده في الحراسة النظرية عقب توقيفه من عناصر الدائرة الأمنية الرابعة لضرورة البحث في قضية زجرية. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المتوفي نقل مساء الاثنين إلى المستشفى بعدما دخل في غيبوبة بعد وصوله إلى المستشفى. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث. نشكركم جزيلا على تتبعكم. إلى اللقاء.